السلام عليكم يا مساء الورد، معكم علي عبد العزيز وحلقة جديدة من سلسلة برشامة الساحل. النهاردة هنتكلم عن مشروع سعادة ساحل لشركة هورايزون ومالكها ماجد المعيمي، وطبعا ليهم سابقة أعمال في التجمع وشاركوا بحاجات كتيرة في الإمارات وأسبانيا ودول أخرى. المشروع موجود في كيلو 183 في بداية راس الحكمة، وللأسف المنطقة دي بحر فيها صخري جدا، عبارة عن جبال صخرية، ومحتاج مطور فئة A أو ألف أو أكثر عشان تضمن تمهيده واستدامته بعد كده. وأي مطور أقل من فئة A ما ينفعش تشتري معاه في المنطقة دي وتفتكر إنك هتعرف تستعمل الشط بشكل مريح، خصوصا على المدى البعيد. المراحل المطروحة في المشروع استلام من أول 3 سنوات ومتشطب بالكامل. سعر الغرفتين بيبدأ من 21 مليون والثلاث غرف من 26 مليون، ومساحات كبيرة ومتميزة وبتتقسط على 9 سنوات. مميزات المشروع طبعا لا حصر لها. أول حاجة وأهم حاجة إن عرض الشط 500 متر وعدد الوحدات 600 وحدة. المشروع كله أرضي وأول ما بين الشاليهات والفلل، وكل الشاليهات شايفة فيو مميز، وكلهم معاهم نسبة تميز كبيرة إذا كان أرضي بجاردن أو أول بروف، زي بالظبط الكونسبت السينيور شاليه بتاع بالم هيلز. طبعا الشركة نفسها دخلت السوق المصري بتقلها وبينت إنها تدي كواليتي A بلس واستلامات موثوقة من اللي موضحينه في مشروعهم الأول سعادة نيو كايرو. وطبعا مضمون إنهم هيقدروا يتعاملوا مع تمهيد الشط بشكل كبير، ومعروف إن هيكون ليه استدامة كويس. عيوب المشروع، لو لازم أقول عيوب، إن المطور ملهوش تشغيل ساحلي سابق في مصر قبل كده، وطبعا الأسعار عالية شوية، ممكن يكون في حاجات أفضل في نفس السعر أو أقل. كمان المشروع فيه سيلكشن مرعب، بس ده ممكن يكون ميزة لبعض الناس وعيب لآخر، بس واجب التنويه. عشان كل ده أنا هدي المشروع ده 86%، وهنصح بيه حد عايز حاجة إليت في راس الحكمة ومش باصص قوي للاستثمار الإيجاري، لأنه مش هيكون أسهل حاجة في مشروع زي ده، لكن عينه أكتر حاجة على الجودة والكوميونيتي. وكمان ممكن أنصح بالفيلل في المشروع ده بالذات، لأن سعرها ممتاز جدا بالنسبة للمشروع، وأكتر من ممتاز بالنسبة للمنطقة مع المطور. أنا علي عبد العزيز، وفعل الجرس واعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد في أهم سلسلة هتفيدك الصيف ده.